اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ، حلقه حلوه ان شاء الله ووصفات مختلفه هتعجبكم باذن الله. اول وصفه هعملها بالسمك، هستعمل سمكه كبيره قشر بياض. طبعا نوع السمكه ده بيرجع لك، اي سمكه انت تحبي تستعمليها، سمكه كامله مفيش اي مشكله. هنقول المقادير بتاعتنا. انا هعمل سمكه بدبس الرمان والليمون، سمكه كامله بنضفها، بطلب من الراجل ينضفها لي لو عايزه، بفضي بطنها وبنضفها كويس جدا وبغسلها. هستعمل حزمه كزبره وحزمه بقدونس، معلقتين كبار دبس رمان. دبس رمان تقيل، لو هو خفيف شويه خليهم 3 معالق علشان عايزه طعمه يبقى باين. معلقتين صويا صوص، نص راس توم، بصلايه، قرن فلفل حراق، حبتين فلفل الوان. مفيش فلفل الوان ممكن تستعملي اي فلفل اخضر عادي. معلقه بهارات سمك، وهقول لك النهارده هنزل لك بهارات السمك عباره عن ايه. التتبيله بتاعتي بتاعت بهارات السمك، وزيت زيتون. هستعمل كمان شرايح بصل وجزر وليمون، وهستعمل دقيق. يبقى سمكه كامله متنضفه حوالي 2 كيلو وزنها. حزمه كزبره، حزمه بقدونس، معلقتين كبار دبس رمان، معلقتين صويا صوص، نص راس توم، بصلايه، قرن فلفل حراق، حبتين فلفل الوان، معلقه بهارات سمك، زيت زيتون، شرايح بصل وجزر وليمون ودقيق. خلاص، اول حاجه انا هحط الطاسه هنا تسخن، وهحط مقدار التتبيله بتاعتي اضربه كله مع بعض. ادي الفلفل الملون، نص الكزبره ونص البقدونس، مش كل الحزمه، هخلي الباقي. يعني انا اهو نص الكزبره، نص حزمه الكزبره ونص حزمه البقدونس سايباهم هنا اهو زي ما هما، والنص التاني فرمته وهستعمله في التتبيله. فلفل حراق، وادي دبس الرمان زي ما قلنا لازم يكون تقيل عشان طعمه يكون باين. لو هو مش تقيل كفايه استعملي 3 معالق. معلقتين صويا صوص، وادي بهارات السمك، ممكن تحطي كمون كمان لو عايزه. مش هحط ملح عشان الصويا صوص. توم، وادي البصله، وهحط عليهم زيت الزيتون. خلاص، حضر ده كله. خدي بالك ان انا هنا بسخن الطاسه. واروح خلطه التتبيله دي كلها مع بعض. هشوفها ناعمه. ايوه، انا عايزه انعمها شويه كمان. بعدين هاجي على السمكه بتاعتي، هجيب الصينيه اللي انا هحطها فيها. انا قدامي طريقتين للسمكه دي. الطريقه الاصليه ان انا اللي انا اكلتها بيها وتعلمتها بيها، ان السمكه بتتحط على الطاسه السخنه اللي فيها شويه زيت زيتون، ومش بتتقلي بس بتتقفل المسام بتاعتها، يعني كده اهو. بسيط بحيث اقفل عشان الجلد يقرمش معايا بعد كده وانا بسويه. انا هجيب الصينيه هنا، هحط عليها ورق فويل. لازم الطاسه تبقى سخنه عشان السمكه بعد كده ما تلزقش. وهحط ورق زبده عليه، وبعد كده هاجي اشوف السمكه بتاعتي. انا عايزه اشيل الجلده الرفيعه اللي عليها، فهي دي اسهل طريقه ان انا اشيل الجلده بتاعتها عشان السمكه بعد كده تبقى مقرمشه معايا. بصوا اهي
الجلده بتاعتها طلعت معايا بسهوله. هاجي ارجع هنا تاني وشرايح بقى البصل. محمد تجيب لي بوله الله يخليك كبيره. هتبل السمكه في التتبيله اللي انا عاملاها. انا هحط الشرايح هنا علشان هحط السمكه عليها. خدي بالك ان السمكه انا شايله الجلده بتاعتها، فمش عايزاها تلزق عشان ما اللحمه ما تتهريش. كده اهو. ايوه اهو. وشويه زيت زيتون يا خالد على الخضار. يا خالد. ايوه حبيبي ازيك؟ الو. الحمد لله. ها يا قمر عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيب قلبي. عناية ليك يا خالد. انا بحبك قوي. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب، وانا كمان بحبك قوي. ها قولي طلباتك. عايزه اعرف طريقه الاسكالوب بانيه. من عينيا الاتنين. عينيا يا خالد. هاجي هنا اهو، وبصوا لو في شويه جلد كده هتتشال بكل سهوله اهي. هشيل الجلد بكل سهوله. كده اهو وابتدي اتبل السمكه بالتتبيله اللي انا عملتها من بره ومن جوه. يعني هي المفروض اهي السمكه دي تبقى حوالي 2 كيلو. هخلي شويه من التتبيله هنا اهو علشان احطها عليها بعد كده اهو لما احطها في الصينيه، واجيب السمكه على الخضار وبقيه التتبيله عليها. انا بستعيد بالتتبيله دي عن قشره السمكه علشان انا عايزه طعم لحمها مش القشره اللي ياخد طعم الخضار والتتبيله دي. هاجي لبقيه الكزبره والبقدونس بتوعي وهحشي بيهم بطن السمكه مع التتبيله اللي انا حطاها جواها كده اهو، تتغطى بيها تماما. وبعد كده اهو هقفل عليها الفويل وهدخلها الفرن. هتاخد لها حوالي ساعه في الفرن. بعد كده بكشفها علشان تتحمر. اوكي، هقفلها وبدخلها الفرن. لو في هنا ما اتغطتش كلها بزود حته فويل وزبده عشان تقفل خالص، ورق زبده وفويل يعني علشان تقفل خالص وتستوي السمكه لمده ساعه في فرن 180. وبعد كده بطلعها بكشف وشها شويه بحيث تاخد تحميره بسيطه وبقدمها بالهنا والشفا. دي سمكه بدبس الرمان، طريقتها مختلفه شويه عن اللي احنا متعودين عليه. شلنا القشره بتاعتها عشان تشرب التتبيله. هحطها في الفرن وهروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل. استنوا. رجعنا من جديد، حطينا السمكه في الفرن تستوي. طبعا احنا عاملين واحده تانية هنطلعها لكم. هنعمل دلوقتي سلطه فاهيتا. سلطه حلوه جدا، انا بعتبرها وجبه متكامله مش محتاجه اصلا انك تاكلي جنبيها حاجه. مقادير الفاهيتا شبهها. اهم حاجه فيها التتبيله او الدريسنج اللي هنعمله فيها، هو ده اساس السلطه واساس الطعم اللي بيديهولنا السلطه. هنحتاج الهاند بلندر. المقادير بتاعتي هستعمل وركين او 3 فراخ مخليين. الوراك احلى، ما عنديش وراك هستعمل الصدور. لو الوراك صغيره هستعمل 3. انا النهارده مستعمله 3 عشان الوراك صغيره فهستعمل 3 وراك. لو هم كبار يبقى وركين كفايه. التتبيله والدريسنج هما الاثنين واحد في نفس الوقت.
تلت كوبايه عصير ليمون، 3 معالق كزبره خضراء، فصين توم، معلقه كبيره سكر بني، نص معلقه كمون، رشه شطه، وزيت زيتون. من تاني التتبيله هقولها: تلت كوب عصير ليمون، 3 معالق كزبره خضراء، فصين توم، معلقه كبيره سكر بني، نص معلقه كمون، رشه شطه، وزيت زيتون. ميرسي يا محمد. السلطه نفسها اللي هستعمل لها بقى: بصله صغيره شرايح، حبايه فلفل الوان احمر واصفر شرايح، وخصايه كابوتشا. ده غير الفراخ. وهستعمل حبتين افوكادو، هم هنا مش مكتوبين، في عندي حبتين افوكادو هستعملهم في السلطه. يبقى بصله صغيره شرايح، حبه فلفل الوان احمر واصفر شرايح، خصايه كابوتشا، وحبتين افوكادو. وممكن بقى احط شويه كزبره خضراء تاني علشان اجرنش بيها او ازوق بيها السلطه. اوكي خلاص. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه هعمل التتبيله او الدريسنج اللي هنقع فيه الفراخ. هحط عصير الليمون مع الكزبره، السكر البني. انا مشغله تحت الجريل، عندي الجريل لازم تكون تقيله علشان ما تحرقش الحاجه، تبقى الطاسه تقيله. الجريل اللي انا هستعملها من حديده الظهر بتبقى افضل حاجه، بتبقى تقيله، وبحطها تسخن قوي علشان حشوي عليها الفراخ. ادي الثوم، كمون، الشطه، وزيت الزيتون، وبعدين هروح ضرباهم كلهم. الافضل ان الفراخ تقعد في التتبيله دي ساعتين على الاقل. انا هعمل ايه؟ الفراخ ادي التتبيله، وهخلي شويه صغيرين من التتبيله اهي، مش هحطها كلها، يعني نقول مثلا هنخلي 25%، ربع التتبيله هحطها على البصل والفلفل بتوعي. البصل والفلفل الملون اللي انا مقطعاهم ترانشات هحط عليهم بقيه الصوص التتبيله، وهحط الفراخ في التتبيله دي. المفروض ان هي زي ما قلنا تتنقع فيها على الاقل ساعتين، بس طبعا عشان وقت الحلقه احنا هنستعملها على طول. هاجي للجريل بتاعي، هحط عليها معلقه زيت وهي سخنه كده. معلقه الزيت دي اول حاجه بتساعد ان الفراخ ما تتلزقش عليها، تاني حاجه تديني لون حلو في الفرخ. وبروح شايلاها من التتبيله وحطاها على الجريل. كل ما الجريلا كانت اتخن واسمك كل ما كان افضل. خلاص، يعني خدي بالك من النقطه دي، انها كل ما كانت اتخن كل ما كانت افضل. هجيب الطبق اللي انا هعمل فيه السلطه وهبتدي ارص فيه الخس الكابوتشا ورق، مش هقطعه خالص. يا محمد، ورق وافرده داير ما يدور الطبق كده اهو، بحيث هنرص عليه بعد كده الايه الاكل بتاعه اللي هي بقيه حاجه السلطه. بفتحها كده اهي. ممكن تقدمي جنبها زي الفاهيتا ساور كريم لو تحبي، بس انا يعني بحاول اقلل السعرات شويه علشان كده. اخدت لون حلو اهي، ريحتها بقى وطعمها بيبقوا فظاع. انا ممكن
بقيه التتبيله ارشها عليها لو عايزه ازود من الفليفر بتاعها. يعني نرش عليها شويه كمان وهي بتتشوي التتبيله بتاعتها. وبعدين هجيب البورد وسكينه حاميه مش مشرشره، ما تكونش مشرشره علشان اعرف اقطعها مظبوط او كده كافي. انا هشيل بقى الفراخ بتاعت السلطه دي وهحط بدلها تقليبه واحده الخضار اللي انا برضو حطاها اهي، البصل والفلفل اللي انا نقعاه في التتبيله. دقايق يعني او حتى دقيقتين، انا مش عايزاه يطرى قوي، انا عايزاه ياخد لون ويفضل يحتفظ بالقرمشه بتاعته، فمش عايزه احطه كتير على النار. خلاص كده بالنسبه لي كافي. هاجي هروح حطاه في جنب، مش هحطه في كل الطبق، يعني في تلت الطبق. يبقى احنا شوينا الفراخ ومكان الفراخ شوينا الفلفل والبصل بتوع السلطه. مش عايزه اقول لكم السلطه دي طعمها حلو ازاي. هاجي بعد كده بقى للفراخ بتاعتي وبالورب هقطعها كده، وبعدين في التلت التاني من الطبق هروح حاطه الفراخ دي كده اهو. واخر حاجه هرصها بقى ايه؟ الافوكادو. الافوكادو احنا دهنينها بليمون ومقطعينها، هاجي اقطعها ترانشات شرايح كده واروح حطاها في التلت التالت من الخس اهو كده اهو، عشان يبقى شكل السلطه حلو، يعني طعمها يبقى حلو وشكلها كمان يبقى حلو. هرش بقى بالكزبره الخضراء اللي فاضله عندي، اللي هي في المقادير لسه هستعملناهاش. في عندي شويه كزبره خضراء هرشها على الوش، ونعمل ديكوريشن كده بشويه ليمون مع الفراخ المشويه. ودي اخر واحده افوكادو بنحطها. مش عايزه اقول لكم فعلا طعم السلطه دي فظيعه، هتعجبكم جدا ان شاء الله. احنا عايزين نعمل الفاهيتا نفسها العاديه، انا وعدتكم ان انا اعملها، انا عملتها قبل كده بس هعملها لكم قريب جدا ان شاء الله. اخر حاجه برش عليها شويه من الكزبره الخضراء. احنا ممكن برضو نحط واحده ليمونه تانية هنا كده اهو اهو. يا ام محمد، شيف آية ازاي حضرتك؟ ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الله يخليكي، تسلم ايدك يا شيف آية على الاكلات وايدك يا الجميلة. حبيبتي، تسلمي يا رب. ما نتحرمش منك يا الله شيف آية يا يخليكي رب. يا حبيبتي، عينيا ليكي يا روحي. عينيكي تسلم يا شيف آية. كنت عايزه اقول لحضرتك بس ابني كاره السلطه الشرقي العاديه. الله حضرتك عملتيها دي روعه، وعايزه استاذن حضرتك دايما تعملي لنا الاكلات الصحيه دي عشان ابني عامل عيني. دايت.
يبارك لك يا شيف يا رب. دي بصي، دي انا لسه كنت بقول قبل ما اعملها ان انا بعتبرها وجبه متكامله. انت لو عملتي جنبها عيش محمص فعلا شكلها هيحبوه. كانهم بياكلوا في مطعم بره، ريستوران بره، ومقاديرها بسيطه جدا هتعجب. ما لقيتيش افوكادو، انت ممكن تشوي فلفل اخضر جنبها، لانه مش دايما بيبقى متوفر في السوق. تشوي الفلفل الاخضر بنفس الطريقه بس تقطعيه ترانشات عريضه عشان يديكي شكل مختلف عن الملون. وان شاء الله هنعمل وصفات كتير، سلطات كتير في الاسابيع الجايه، وكل اللي انتوا عايزينه بس انتوا اطلبوا وعناية ليكم. هروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. السمكه طلعت اهي، السمكه في الفرن بقى، انا غرفتها في طاقه. بس بصوا بقى، اي سوائل تنزل منها بنشيلها، مش عشان حاجه بس علشان الديكوريشن. لو انا هقدمها في الصينيه بتاعتها زي ما هي مفيش مشكله ان الصوص يبقى نازل منها، بس انا عشان هنزلها يعني شلتها حطيتها في طبق، وهنحط هنا شويه شرايح ليمون جنبها. مش عايزه اقول لكم طعمها فظيع يعني، وريحتها عراي. عم علي بيقول لي قلب الاستوديو، فمن الحاجات الحلوه جدا اهو كده. ادي شرايح الليمون. بصوا التتبيله كلها على لحم السمكه، الجلد مش حاجز التتبيله عن لحم السمكه. دايما جلد السمكه هو اللي بياخد التتبيله كلها. انا سايبه الراس زي ما هي، ما غيرتش فيها، لكن الجلد هو اللي شيلته علشان اللحمه نفسها. يعني بصوا مفيش الجلد خالص، اللحمه نفسها هي اللي تاخد طعم التتبيله كلها بتاعه السمكه، فيبقى طعمها شارب تماما التتبيله كلها. يعني دي الميزه للطريقه اللي قشرنا بيها السمكه النهارده. هحطها عشان نعمل حلو النهارده. يا ام جوزيف، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ تسلم ايديك، الحلقه جميله اللي الله عملتيها النهارده يخليكي، دي. تسلمي لي يا رب. فكره جميله بتاعت السمك اللي عملتيها دي. تسلمي يا حبيبتي، انا هجربها برضه. بصي يا حبيبه قلبي، عينيا. السمك المشوي اللي احسن ان هو يتشوي بالمصارين بتاعته، ولا يتفتح ويتنضف ويتشوي؟ بصي، هو في ناس بتحبه كده. انا بالنسبه لي انا بحب افتحه وانضفه واشويه واحط تتبيله جواه، بحيث ان السمكه من جوه يبقى ليها طعم. دايما السمك اللي بطنه مش متنضفه، اللي بره بس بياخد التتبيله ومن جوه السمكه ملهاش طعم. فانا عن نفسي بحب ان انا انضفها واخلي منها كل حاجه. حتى اللي بياكل ما يقعدش يطلع الحاجه اللي في بطن السمكه وهو بياكل. حتى في ناس بتحب البطارخ، فالبطارخ دي بتخليها جواها بقى، ده بحسب الذوق الشخصي. بس انا عن نفسي ما بحبش ان انا اخليها جواها. محاسن، الو، ايوه، اهلا يا ايه، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الله يخليكي، تسلم ايديكي وايديكي يا قمر، تسلمي لي يا رب. ربنا يديك العمر الطويل. الله يخليكي، ربنا يخليكي ليا ويبارك لك في ولادك وبيتك. تسلمي يا رب، الله يخليكي. عينيا ليكي. تتبيله السمك تركيبتها لو تتعبي. عينيا، هعيد لك بهارات السمك نفسها، وهقول لك بهارات السمك حالا. هقول لا ان شاء الله مش هنسى باذن الله. فكريني يا لميا لو نسيت. بهارات السمك وتتبيله السمك، عينيا الاثنين، الخلط بتاعت بهارات السمك. احنا هنقول الكيكه بسرعه عشان نلحق نعملها ويفضل معانا وقت ان احنا نقول المقادير كلها من تاني. الكيكه النهارده هعمل كيكه كريز. هي كيكه دي الماني، من التراث الالماني، الكيكات التقليديه الالماني. حلوه جدا، ومش عايزه اقول لكم هناك هم بيبيعوها في الشوارع في كشاك كده. الكيك عندهم من الاساسيات الالمان. انا ما بحبش اكلهم العادي، بس الكيكات عندهم رائعه. المقادير بتاعتها هي دي بتبقى طبقتين. 250 جرام دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه ملح، و100 جرام سكر، رشه قرفه، 120 جرام زبده، بيضايه. دي العجينه نفسها. يبقى 250 جرام دقيق، معلقه بيكنج باودر، رشه ملح، 100 جرام سكر، رشه قرفه، 120 جرام زبده. خلاص، دي مقادير العجينه نفسها. الحشوه بتاعتها او المقدار بتاع الحشوه اللي هيتحط عليها عباره عن ايه؟ 750 جرام ساور كريم، هستعمل معلقتين عصير ليمون، فانيليا، 3 بيضات، 120 جرام سكر. الفانيليا دي ما هي موجوده، هي ممكن الفانيليا دي بتاعت العجينه فوق. وهستعمل كوبايه كريز مخلي من البذر. الكريز مليان دلوقتي في السوق،
كوبايه او حتى نص كوبايه، مش لازم كتير يعني، كبشه كريز هتخليه من البذر وهتستعمليه في الوصفه دي. يبقى 250 جرام دقيق، معلقه بيكنج باودر، معلقه رشه ملح، 100 جرام سكر، رشه قرفه، 120 جرام زبده، بيضايه. انا هستعمل هنا مضرب البيض، وهستعمل هنا الكف. 750 جرام ساور كريم، معلقتين عصير ليمون للحشوه، فانيليا، 3 بيضات، 120 جرام سكر، وهستعمل كوبايه كريز مخلي من البذر. واحنا قبل كده وريناكم ازاي نخلي الكريز من البذر عن طريق الازازه. بنجيب ازازه وبنحط الكريز على بق الازازه، وبالعود بتاع الشيش طاووق بايه بننزل البذر. انا ممكن ابقى اجيبها لكم بعد كده واعملها تاني، بس علشان اخلي الكريز من البذر واستعمله عشان تفضل الكريزه بنفس الشكل زي ما هي. عايزه تقطعيه 2 وتشيل البذره ممكن برضو، مفيش اي مشكله. هنيجي نعمل ايه؟ اول حاجه هعمل مقدار العجينه بتاعتي. هحط سكر والزبده. انا هستعمل قالب تشيز كيك، لو ما عنديش قالب تشيز كيك هستعمل صينيه بايركس. دايما البايركس هو البديل عن صينيه التشيز كيك. ليه؟ لان هو بيبين لك الطبقتين، يعني الطبقتين بيبقوا باينين في ان احنا عاملين طبقتين كيك. ادي بيضايه والفانيليا، انزل الفانيليا كويس، ما تستهونوش بالفانيليا، الكيكه بتطلع صعبه جدا لو الفانيليا مش مظبوطه او الفانيليا قليله. بعد كده هبتدي انزل الدقيق شويه شويه، هيكون لي عجينه سميكه نوعا ما، يعني مش قوي، بس هحط فيها القرفه كمان. اهي. وبعدين يا اما هستعمل قالب تشيز كيك، يا اما هستعمل بايركس زي ما اوريكم هنا اهو كده. هفرد فيه العجينه بتاعتي. خلاص بصوا عشان الوقت، انا بحط العجينه دي في الفرن لمده تلت ساعه على 170. هحطها في البايركس المدهون. يا ناديه. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. سنة طيبه. وانتي طيبه حبيبه قلبي، عامله ايه؟ عايزه اتكلم عن تعارض الكالسيوم مع الحديد، اللي احنا على طول بناكل ايه، عسل وطحينه، ما اعرفش ايه، بيبقى غلط. ده انت عايز لك حلقه مخصوص. عينيا. وفيتامين سي بينفع مع مثلا الحديد؟ طبعا اكيد. مش عايزه اقول لك ان الحديد لا يمتص الا في وجود فيتامين سي. بصي انت عايز لك حلقه، انا ممكن الاربعاء الجاي نتكلم عن الحاجات دي، حلقه كامله ان شاء الله، نتكلم عن الحاجات اللي بتتعارض مع بعضها والحاجات اللي لازم تتاخد مع بعضها، تتماشى مع بعضها. يعني الناس اللي بتاخد عسل اسود عشان الحديد، الناس اللي عندها انيميا وعايزين الحديد يمتص كويس جدا، لازم تاخد معاه نقطه ليمون. يعني العسل الاسود مش بس العسل الابيض اللي بناخد معاه ليمون، لا العسل الاسود نقطه الليمون معاه بتخليه يمتص الحديد، يمتص اسرع. عشان كده مثلا لما نعمل سبانخ بنعمل معاها طماطم، لان الطماطم فيتامين سي، فمع السبانخ الحديد اللي في السبانخ يمتص احسن واسرع لما احط معاه الفيتامين سي. من عينيا ان شاء الله الاربعاء الجاي باذن الله هنتكلم عن الحاجات اللي تتعارض مع بعضها والحاجات اللي تتماشى مع بعضها. انا بحطها، ادي العجينه بفردها زي ما قلنا، بتكون ماسكه شويه، شبه شويه عجينه التورت. ادخلها الفرن ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين بعد ما تستوي بتطلع بالشكل ده اهي كده استوت معايا. هعمل بقى الطبقه الثانيه، باني هحط المكونات كلها ما عدا، نشيل ده يا محمد لو سمحت، ما عدا الكريز هحطها كلها في الكبه عندي. ايه دي
البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيكه دي لو انت ما لقيتيش ساور كريم ممكن تستعملي زبادي مكان الساور كريم. الساور كريم اللي هي القشطه الحامضيه ممكن ما تلاقيهاش مثلا في السوبر ماركت، هي موجوده مليانه في السوبر ماركت، بس مثلا ما لقيتهاش ممكن استعمل اللبنه، واللبنه دي سهله. هعمل ايه؟ هصفي الزبادي. اللبنه احنا بنعملها ان احنا بنجيب الزبادي ونصفيه، والزبادي ممكن تعمليه من اللبن برده مش هياخد معاكي حاجه. ده الزبادي اسهل حاجه في الدنيا، احنا عملناه قبل كده قبل رمضان. ادي المكونات كلها. الزبادي بتعمليه بان انت بتجيبي كيلو اللبن، بعد ما تغليه تسيبيه يهدى يبقى دافي، حرارته دافيه، حرارته حوالي 40. هعرف ازاي ان حرارته حوالي 40 لو انا ما عنديش ميزان حراره؟ هحط صباعي فيه، يعني مثلا ادي الحله بتاعت لبن الزبادي، سوري بتاعت اللبن ده دافي. هعمل ايه؟ 1 2 3 ادخل صباعي فيه، لما اجي اوصل ل 8 انا هعد ل10. لو انا حسيت ان 8 و9 و10 صباعي مش مستحمل الحراره، مع انه في الاول كان عادي جدا، ده معناه ان الزبادي خلاص درجه حرارته يتعمل، يعني اللبن وصل لدرجه الحراره المطلوبه. من الاول هو دافي، لكن لما وصلت ل 8 9 10 حسيت ان الحراره جامده، ابتدى صباعي يحس بالحراره جامده، ده معناه ان اللبن جاهز. احط الزبادي، اروح حاطه معلقه زبادي فيه واقلبها واغطيه واحطه في مكان دافي 6 7 ساعات، هيبقى عندي زبادي. اصفيه في شاشه هيبقى لبنه، خلاص سهل، بدل ما بنشتري علبه اللبنه انا لقيتها ب 70 جنيه اخر مره. ادي الصوص بتاعي، الحشوه بتاعتي، الطبقه الثانيه بتاعتي اهي كده خلصت. انا عارفه محمد عايز يطلع الفاصل، انا هحط الطبقه دي بس. ممكن تطلعها لي يا محمد؟ ثواني، لازم قوه بدنيه فظيعه عندكم هنا اهو. هحط الصوص ده اهو، بصوا هو شبه التشيز كيك بس ده ما فيهوش تشيز، يعني ما فيش هنا جبنه في الكيكه دي، فهي مش تشيز كيك، بس انتوا هتحسوا ان هي شكلها كده. وبعدين بروح حاطه الكريز فيها كده اهو، وبدخلها الفرن، بتاخد نص ساعه في الفرن 180. انا هروح لفاصل عشان محمد مستعجل عليا في الفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، اوعوا تروحوا حته تانيه. رجعنا من جديد. ادي كيكه الكريز بعد ما طلعت من الفرن، وهسيبها تسقع بقى في الثلاجه دي. برش عليها شويه سكر بودره، شويه سكر بودره بسيط. المزازه بقى في الكريز مع الطعم السكر مش عايزه اقول لكم فظيعه، دي من الحاجات اللي انا مدمناها، وعندي استعداد اقوم بالصينيه كلها، بس بقى التخن بقى هي دي المشكله. دي كيكه الكريز. هنقول دلوقتي بقى احنا عملنا ايه النهارده والمقادير بتاعتنا. اول حاجه عايزه اقول لكم بهارات السمك. مش عايزه، هشيل لك حته يا محمد هشيل لك حته. المقادير بهارات السمك. بهارات السمك دي خلطه بتعمليها تسيبيها عندك في برطمان، مش في الثلاجه، البهارات ما بتتحطش في الثلاجه، في دولاب المطبخ، بس ما يكونش جنبه حراره، ما يجيش الدولاب جنب البوتاجاز او نور جاي عليه، واحط عليه واحط فيه البهارات. ربع كوبايه كمون، ربع كوبايه كزبره ناشفه، معلقه كبيره بابريكا، معلقتين فلفل اسود، نص معلقه كركم، ربع كوبايه بودره ثوم، وربع كوبايه بودره بصل، و3 معالق كبيره زعتر. خلاص، ده الخلطه دي بتبقى فظيعه مع بهارات السمك والعصير الليمون. يعني ايوه، انت بتاخدي لكل كيلو سمك، سواء سمك فيليه سمك عادي، لكل كيلو سمك معلقه ونص كبار من الخلطه دي مع عصير الليمون، بتبقى فظيعه جباره يعني. انا عايزه اقول بقى بقيه المقادير، ولو فضل وقت ارجع اعيد البهارات السمك تاني. السمكه نفسها التتبيله بتاعتها، السمكه الكامله عملنا ايه؟ ممكن ترشي عليها دقيق وممكن ما ترشيش عليها دقيق، المهم بتحطيها في طاسه سخنه فيها زيت حامي علشان تخلعي او تسلخي الجلد بتاعها، بدل ما تقعدي تقشريه او بالسكينه، دي اسهل طريقه انك تشيلي الجلده بتاعتها.
بعدين بتتبليها بالتتبيله بتاعتها اللي انا هقولها دلوقتي. بنحطها على شرايح بصل وجزر وليمون مع شويه زيت ونغطيها وندخلها الفرن، وبعد كده بنطلعها. هي حتى مش هتحتاج انك تكشفي وشها، هي هتلاقيها متحمره حلوه قوي. عايزه تقرمشيها اكتر حطيها تحت الشوايه دقايق. التتبيله بقى بتاعت السمك عباره عن ايه؟ حزمه كزبره، حزمه بقدونس. باخد نص الحزمه دي ونص الحزمه دي، والنص التاني بحطه في بطن السمكه. يبقى للتتبيله بس نص حزمه كزبره، نص حزمه بقدونس، معلقتين دبس رمان تقيل، معلقتين صويا صوص، نص راس توم، بصلايه، قرن فلفل حراق، فلفلتين الوان، معلقه بهارات سمك كبيره، وزيت زيتون. خلاص التتبيله دي بتتضرب في الخلاط وبتدهن بيها السمكه من جوه ومن بره، وبقيت حزمه الكزبره والبقدونس في بطنها وبتخش الفرن. سلطه الفاهيتا المشويه برضو التتبيله بتاعتها اهم حاجه. بتبل وراك الفراخ في 3/4 التتبيله، وربع التتبيله بحطه على الخضار. تلت كوبايه عصير ليمون، 3 معالق كزبره خضراء، فصين توم، معلقه كبيره سكر بني، نص معلقه كمون، رشه شطه وزيت زيتون. السلطه نفسها عباره عن بصله شرايح، فلفلتين الوان احمر واصفر، خصايه كابوتشا، وحبتين افوكادو وكزبره خضراء بحطها على الوش. الكيكه بقى بتاعت الكريز، العجينه التحتانيه. بصوا دي ادي العجينه اللي تحت. معلش سوري. العجينه 250 جرام دي اللي هي العجينه دي، 250 جرام دي، معلقه بيكنج باودر، رشه ملح، 100 جرام سكر، رشه قرفه، 120 جرام زبده، بيضايه. بضربهم مع بعض واحطهم في القالب وبدخلهم الفرن ربع ساعه تلت ساعه لغايه لما تستوي بطلعها. بعمل ايه؟ بروح حاطه مقدار الحشو عليها اللي هو عباره عن 750 جرام ساور كريم. ممكن اللبنه تمشي بداله، اللبنه اللي هي زبادي متصفي، بصفي الزبادي واعصر عليه نقطه ليمون وبستعمله مكان الساور كريم. معلقتين عصير ليمون، فانيليا، 3 بيضات، 130 جرام سكر، وكوبايه كريز مخلي من البذر او اقل من كوبايه كمان. انا عايزه بس اقطع لكم حته منها نحطها هنا. مش عايزه اقول لكم الكيكه دي فعلا انا بحبها جدا اهي. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم وتكون الوصفات عجبتكم. ان شاء الله لينا حلقه بكره، والاربع الجاي باذن الله هنعمل لكم الحلقه اللي طلبتها المدام مننا عن الحاجات اللي بتنفع مع بعضها في الاكل والحاجات اللي ضد بعضها في الاكل. وبكره لينا حلقه جديده. اشوفكم على خير.